وصل إذن رئيس السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى مطار بوفريك العسكري ظهر اليوم الثلاثاء، حيث كان في استقباله وفد من الوزراء يقوده الوزير الأول السيد عبد الملك سلال. وقد حطت الطائرة الرئاسية في حدود الساعة 2:25 بمطار بوفريك العسكري، قادمة من مطار بورجيا الفرنسي، حيث كانت الطائرة الرئاسية قد غادرت المطار في حدود الساعة 1:30 بتوقيت باريس. وتؤشر هذه العودة إلى انتهاء مرحلة النقاهة التي خضع لها رئيس الجمهورية بفرنسا. مشاهدينا، مزيدا من الأخبار والتفاصيل حول مجيء سيد عبد العزيز بوتفليقة نوافيكم بها في مواجزنا اللاحقة.